وصفتنا النهاردة دونر كباب. كل لما افتح الموبايل الاقيها في وشي، قلت لا لازم نعملها بقى في القناة بتاعتنا. شوفوا جمالها، وما تخيلتش بصراحة ان هي تبقى متماسكة وتبقى ناجحة كده جميلة. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. معانا كبة ونحط فيها بصلة، ونحطها معاها يا دوبك 3 فصوص توم، ونفرمهم بقى ناعم جدا. وبعد ما بنفرمهم ناعم جدا بننزل عليهم باللحمة. اللحمة معايا نص كيلو، فانت تزودي حسب كمية اللحمة اللي عندك. وبننزل عليها بمعلقتين زبادي، وبعد كده هننزل بالبهارات. وكل ده بقى بنضربه تاني في الكبة. البهارات عندنا فلفل اسمر، توم باودر، كزبرة، بهارات لحمة، وملح، وبابريكا. نضيف بقى كل البهارات دي كده ونضربها بقى بالكبة. لو ما عندكيش كبة اقعدي يعني اللي اعملي فيهم ادعكي فيهم، يعني لحد ما تعمل خيوط كده. ضروري تبقى ليها زي خيوط كده. نديها بقى ضربة كده في الكبة، ايوه، لحد ما توصل للشكل ده. بعد كده بنجيب الصينية بتاعتنا اللي هنعمل فيها، بنديها رشة زيت عشان الورق ما يلزقش، وهي كده كده هتنزل صوص كده في الصينية. هنجيب بقى ورقة زبدة. انا بصراحة الورق ده كان اول مرة استعمل النوعية دي، فهدهنه زيت عشان ما يلزقش. بنديله بس رشة زيت كده، وما تقلقيش يعني بالعكس ده هو بيخليها متماسكة. ودي هي الكمية اللي انا كنا عاملينها. هننزل بنصها كده، هنزود بقى كمان حتة كده، ونخليها كتلة واحدة كده. وبعد كده هنجيب ورقة بقى زبدة تاني، وبرضو هدهنها برشة زيت كده عشان تبقى سلسة كده معايا وانا بفردها. وهي كده كده عشان اتضربت كويس في الكبة كانت سهلة جدا بصراحة، يعني حتى ما احتاجتش ان انا افردها بحاجة، عملتها بايدي. وبتفردي بقى كده لحد ما يبقى سمكها رفيع زي بالشكل كده. وبعد كده هنروح بقى شايلين منها الورقة اللي من فوق، وبنبتدي بقى نلفها بقى عادي خالص بالظبط كده. بصراحة سهلة، وكانت النتيجة تحفة، وبهارتني بصراحة طالعة متماسكة وكانت حلوة جدا. اهو نلفها بقى كده ونروح حاطينها في الصينية. والصينية دهنينها، وهنحط بقى كده الكمية بقى حسب ما انت عاملة. وهنحط بقى معاها الحاجات اللي هنشويها معاها. هنحط بقى فلفل، نحط طماطم، هنحط البصل، اي خضار تحبيه. بس دول بصراحة بيبقوا لايقين معاها يعني، حسب ما شفناها بقى في الترند. ايوه، هندخلها بقى على فرن يكون من قبلها سخن لمدة نص ساعة. هينزل منها مية كده، يعني ننزلها ونحطها تاني تنشف. اهو زي ما انتوا شايفين كده، كانت بصراحة تحفة وريحتها كانت قلب البيت. اهو بصي بقى، هنفتحها. ما تخافيش طالما انت دهنه الصينيه ودهنه الورقه خلاص. بصي بقى تنزل معاكي ازاي، بصي متماسكه، وطعمها وريحتها بصراحه كانت جميله جدا. يعني جربوها بألف هنا وشفا، ما تقلقوش. كانت سخنه بقى اهو. لا بصراحه ترند حلو يعني. بصوا جميله وطعمها حلو قوي. بس هنبتدي بقى نقطعها ونحطها بقى في السندوتشات، او لما يكون عندك عيش بقى، اي نوعية عيش انت تحبيه. اهو بصوا بقى يا بنات نازلة متماسكة ازاي، والحتة قطعة كبيرة. ده انا استنيت تبرد شوية عشان اعرف امسكها. بصوا ما شاء الله، بصراحة كانت تحفة. وهنا بقى جبنا العيش بتاعنا ودوت مايونيز على كاتشب. انت بقى تحطي اي صوص انت عايزاه حسب ما تحبي. ودي سلطة عادية، طماطم وبصل وبقدونس. مرضتش اعملها عشان ما اطولش عليكم الفيديو.
ولو الوصفة عجبتكم ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدوسوا على زر اللايك، واشوفكم في وصفة جديدة، ومع السلامة.